وصلت الحمد لله. تعالوا احكي لكم دلوقتي انا وصلت ازاي. امبارح بعد ما كانش فيه مواصلات في الغابه وكنت قاعده في الغابه كده لوحدي، عملت فيها موكلي ورحت قعدت في الغابه، لقيت نفسي محبوسه هناك. المهم احكي لكم ايه اللي حصل. فضلت ماشيه ماشيه تشيلني وبلا تحطني بافور. المهم وانا ماشيه في الطريق كان في عربيات طبعا بتعدي، مفيش عربيات طبعا بتقف خالص، ومفيش مواصلات، والموبايل بتاعي يفصل شحن، وما كلمتش ولا حد في اللحظه دي اقول له ان انا عندي وضع 1 2 3. انا شيرت لكم الفيديو وما بعتش اللايف لوكيشن لاي حد، والموبايل بتاعي هيفصل كان حالتي حاله. بشاور العربيات ومفيش عربيات بتقف. راح في جروب كده معديين عاملين سباق تقريبا او حاجه، بس جروب مع بعض كتير، ولاد وبنات وهيك، موتوسيكلات. فراحوا هم وقفوا بصراحه من نفسهم، قالوا لي انت محتاجه مساعده؟ قلت لهم اه. قالوا لي عايزه ايه؟ قلت لهم ودوني الفانزيه عشان خاطر اروح اركب من هناك الاسبان. قالوا لي يلا تعالي ركبوا، وصلوني ووصلت الحمد لله. وكانت اول مره في حياتي يا جماعه اركب موتوسيكل. المغزى والخلاصه اللي طلعت بيها من اليوم ده ان انا هشتري موتوسيكل. ايه الشعور ده؟ ايه الجمدان ده؟ فظيعه. بصوا انا كرافي انا بحب اصلا موضوع الاكشن والحاجات والحركه وهيك، فانا كنت سعيده جدا امبارح، كنتش خايفه ابدا. غابه في واحده كتبت لي شوفي شجره اطلعي عليها، فضلت ادور على شجره كبيره عشان اللي هي تناسب للنوم اللي هنام عليها عشان لو جت خنازير بريه ولا حاجه. ففي المجمل انا كنت مبسوطه بصراحه، مش متضايقه خالص.